عام وانتم بصحة وسلامة. هذا هي القطايف المرتبة، أهم مكون فيها السميد، وعشان نصنعها لازم تكون المية سخنة زي مية العجين، يعني يقدر الإنسان يحسها في إيده، ما تقلش عن درجة مثلا 30 ل 40 درجة مئوية. بنجهز 6 كوبايات مية سخنة، بنحط عليهم كوباية سميد وأربع معالق سكر، وبنحركهم وبنتركهم مدة نص ساعة كاملة. بعدين بنواصل العمل، بنضيف عليهم 3 كوبايات طحين وبنعجنهم بالخلاط. وعند ما نيجي نخلص بنحط معلقة صغيرة خميرة ومعلقة صغيرة كربونات، إذا فيش كربونات بنحط عليها باكيت واحد بيكنج باودر، وبنصب وبنتوكل على الله. أهم شيء تكون نار البلاطة متوسطة، لا حامية كتير ولا باردة، عشان يطلع عنا قطايف فاخرة. والسميد أهم مكون أساسي، أي حد بيعمل قطايف بدون سميد مش قطايف، بكون خبز بيت وصحة وعافية بإمكانه يغمس فيه، لكن ينفع يعملوا حلويات بنفعش ويقول عنه قطايف بنفعش. أهم مكون زي ما قلنا لكم بالقطايف السميد، أي حدا بيعمله بدون سميد مش قطايف، بكون خبز بيت وصحة وعافية لأي إنسان بيسأل.